أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. قص شريط الدور 24 من الدوري الاحترافي المغربي موسم 22-23 بمباراتين: الفتح الرباطي الدفاع الحسني الجديدي وشباب الرياضي للسوالم ضد الاتحاد الرياضي التركي يوم الأربعاء 19 أفريل على الساعة 10 ليلا. نتيجة مقابلة الفتح الرياضي الدفاع الحسني الجديدي انتهت لصالح الفتح ب5 أهداف للا شيء. سجل حمزة الهنوري الهدف الأول للفتح في الدقيقة 14، ثم أيوب نناح الدقيقة 31، الهدف الثالث مروان العز الدقيقة 42، الدقيقة 55 أمين عزري، والهدف الخامس في الدقيقة 87 من طرف سلام الشاومة. المباراة الثانية: شباب الرياضي السالمي الاتحاد الرياضي التركي هدفين لمثلهما. الدقيقة 6 أمين زحزوح الهدف الأول لفريق تورقة، هدف التعادل للسوالم عن طريق خالد أيت أورخان بضربة جزاء في الدقيقة 20. الدقيقة 46 هدف التقدم للتورقة سيمون دييديو. في الدقيقة 52 طرد اللاعب محمد شملال من فريق تورقة، هدف التعادل لشباب الرياضي السالمي في الدقيقة 72 بواسطة المهدي مهم. للإشارة أجلت مباراة الوداد ضد الجيش الملكي، ثم مباراة المغرب الفاسي الرجاء البيضاوي، وذلك لالتزام فريق الجيش الملكي الوداد والرجاء بالمنافسات القارية. الخميس 20 أفريل 4 مقابلات: اتحاد طنجة، النهضة البركانية، أولمبيك خريبكا، المولودية الوجدية، حسنية أكادير، المغرب التطواني، أولمبيك كاساسي، شباب المحمدية. الاتحاد الرياضي لطنجة ينتصر على نهضة بركان ب2-1. سجل لنهضة بركان الشرقي البحري في الدقيقة 8، وعادل محسن ربجة لاتحاد طنجة في الدقيقة 71. الدقيقة 90+1 الحاج كوناتي يسجل هدف الفوز للاتحاد. يحتل نهضة بركان الرتبة السابعة ب33 نقطة، واتحاد طنجة في المرتبة 15 ب20 نقطة. أولمبيك خريبكا المولودية الوجدية هدف لمثله. عاممي في الدقيقة 61 يسجل للأولمبيك، وأمين الصوان يعادل للمولودية في الدقيقة 75. طرد كل من إبراهيم فرحي للمولودية الوجدية في الدقيقة 61، ويوسف شينا في الدقيقة 81 لأولمبيك خريبكا. المقابلة الثالثة: حسنية أكادير ينتصر على المغرب التطواني ب1-1. هدف يأتي من ضربة جزاء في الدقيقة 45. حمزة أفصال يسجل للحسنية، وطرد أشرف مرزاق في الدقيقة 36 لحسنية أكادير. الحسنية يتمركز في الرتبة العاشرة 29 نقطة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز 11 ب26 نقطة. المقابلة الأخيرة: أولمبيك أسفي يتعادل مع شباب المحمدية بدون أهداف 0 لمثله. للإشارة طرد عبد الرحمن قساق في الدقيقة 66 لأولمبيك أسفي. يحتل أولمبيك أسفي المركز الرابع ب40 نقطة، وشباب المحمدية في المركز 12 ب25 نقطة. والسلام عليكم، وإلى فرصة أخرى بحول الله.